5 حاجات اوعى تعملهم لو ناوي تبدا كفريلانسر. اول حاجه، اوعى تفتكر انك هتبدا تشتغل كفريلانسر على طول اول ما تخلص كورس معين في اي مجال، وده عشان خاطر مجال الفريلانسنج فيه منافسه عاليه جدا جدا، وهيكون صعب جدا انك تنافس وانت لسه جديد في المجال، ولا عندك بورتفوليو ولا عندك خبره كبيره كافيه. تاني حاجه، اوعى تشتغل كفريلانسر قبل ما تنزل تشتغل في شركه الاول من سنه لسنه ونص على الاقل، وده عشان خاطر تقدر تعمل الخبره والبورتفوليو اللي اتكلمنا عليهم في النقطه اللي فاتت. تالت حاجه هي اللغه الانجليزيه. ما ينفعش ابدا تخش مجال الفريلانسنج وانت ضعيف في الانجليش، لازم الاول تبقى قوي في اللغه الانجليزيه وبعد كده تخش مجال الفريلانسنج، لان الناس اللي موجوده في مجال الفريلانسنج هي كلها من جنسيات مختلفه وكلهم بيعرفوا يتكلموا انجليش كويس. رابع حاجه وهي انك لو ظبطت ال3 نقط اللي فاتوا دول برضه ما ينفعش تبدا شغل فريلانسنج على طول وانت الاكونت بتاعك او البروفايل بتاعك فاضي تماما معليهوش اي ريفيوز. لازم يكون عندك ريفيوز على الاكونت، حتى لو هتعمل شغل لاصحابك وقرايبك الكلاينت يشوف ان انت عندك ريفيوز سابقه، وده يديله ثقه ان انت نفذت مشاريع قبل كده لناس على نفس البلاتفورم سواء ابورك او فايفر او غيره. خامس حاجه، ولو انت طبعا تمام في كل النقط اللي فاتت دي، لازم قبل ما تقدم على اي شغلانه فريلانسر تكون قاري الشغلانه كويس جدا كديسكريبشن، وتكون شايف الريفيوز كلها اللي عند الكلاينت وكمان عارف اسمه، عشان خاطر لما تيجي تبعت بروبوزل تبعت بروبوزل ليه علاقه بالشغلانه اللي هو منزلها، وكمان تذكر اسمه في البروبوزل، لان ده هيديله ثقه كبيره جدا ان انت حد قريت الشغلانه كويس وقريت كمان الريفيوز اللي موجوده على البورتفوليو بتاعه. اخر حاجه بقى، لو عايزني ابعت لك بروبوزل احترافي جدا وابعت لك مصادر تقدر عن طريقها تتعلم اللغه الانجليزيه، سيب لي كومنت اكتب لي فيه فريلانسر. انا محمد سمير وبتكلم عن الاي اي والماركتنج، وبعلمك حاجات جديده تقدر عن طريقها تعمل فلوس اونلاين. ما تنساش تعمل لي فولو. سلام.